فوازير أكلة مفنونة. يا مساء السعادة والهنا، معاكم مونيكا ميشيل، ويلا نعرف حل طبقنا اللي بايت معانا من امبارح. والحل هو فيلم سكر هانم. ودلوقتي معايا فزورة مختلفة، وهنكشف طبق النهاردة اللي جواه أكلة مفنونة. عالم مليان ألوان وكلام، تبسط الصغير وترسم له الأحلام، ومعاه حبات صغيرة لونها دهبي يبان، عرايس معروفة لكل طفل عاشها زمان. كلمتين لو جمعت الدنيا مع النقط الصغيرة هتوصل للاسم في فترة قصيرة. وسيبنا الفزورة المفنونة على جنب وهنروح نعرف عن الأكلة معلومة. بص انت لو شفتها هتلاحظ ان الأكلة دي جوه قرون زي قرون الفلفل، وأول لما تكون نضجت القرون دي بتنفجر فجأة والبذور بتخرج من جواها، وهي دي اللي احنا بناكلها. لو رحت لمكانها الأصلي في جنوب الصحراء في أفريقيا هتعرف ان في ثقافتهم زمان كانوا بيشوفوها رمز للحظ والرزق، واتنقلت الفكرة دي بعد كده لأمريكا واستخدموها في بعض التقاليد الروحية عشان تجيب لهم الحظ والرزق. كمان هتلاقي واحد اسمه أنطوان جالان، هو مترجم فرنساوي، جمع القصتين دول مع بعض وهو بيترجم ألف ليلة وليلة، وزود على واحدة من القصص المعروفة الكلمة المشهورة بتاعت افتح يا، اديني سهلتها لك. وده علشان بتفتح المغارة اللي جواها مجوهرات كتير، يعني بترمز للحظ والرزق، والباب بيفتح زي انفجار البذور دي من جوه القرون أول لما تنضج. ها، خمنت ايه هي الأكلة؟ طيب وصلت لحل الفزورة؟ اكتب تحت في الكومنتس. وهنا خلاص شبعنا وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستناني بكرة 7:30 بالظبط، هاجي ومعايا الحل، وكمان هنلعب سوا بفزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير أكلة مفنونة.